بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. صحباتي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في اسعد حال. النهاردة بإذن الله احنا هنتكلم عن موضوع مهم بالنسبة لناس كتيرة جدا، وفي ناس كتيرة جدا برضك ما تعرفش عنه حاجة. انا بقى كنت من ضمن الناس اللي ما تعرفش عنه حاجة، فلما عرفته وفعلا اتحققت منه، حبيت ان انا يعني افتح الباب على الموضوع دوت بالنسبة للناس اللي زي حالاتي كده، اللي ما بيعرفوش عن الموضوع ده حاجة. موضوع الاختبار، ازاي تختبري الناس اللي حواليك، ازاي تعرفي اذا كانت الناس اللي حواليك دي بالنسبة لصحابي، بالنسبة لاخواتي، بالنسبة لقرايبي، بالنسبة لاصحابي في العمل، لزمايلي، للناس اللي انا بحتك فيهم، اذا كان الموضوع دوت اذا كانوا هم بيحبوني حب حقيقي، ولا كلها عملية مصالح وعملية يعني وقت وخلاص. طبعا بالنسبة للزمايل في العمل هي عملية مصلحة، ده احنا موجودين كلنا في مكان واحد وفي لكن والله بيبقى اوقات في الزمالة ربنا بيرزق بأصدقاء من الشغل نفسه. فانا ازاي، خلينا دلوقتي النهاردة في الفيديو دوت بنشوف بنخبط على موضوع الاصدقاء نفسهم. ازاي اعرف الناس اللي انا مصاحباهم بقالي سنين دول اصدقاء حقيقيين، ولا اصدقاء كده في الوش. يعني معرفش، انا حاسه ان ممكن نصاحب ناس كتير لفترات طويله، وفي الاخر نبص نلاقي المعدن بيبان على حقيقته. النهارده العلبه دي انا حسيت ان هي ممكن تكون رمز للكلام اللي انا هتكلم فيه. العلبة دي فيها ايه؟ على رأي توفيق الدقن، العلبة دي فيها فيل، بس هي ما فيهاش فيل، هي فيها ختمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العلبة دي فيها ختمين، خاتم ذهب حقيقي اصلي، وخاتم اكسسوار. ممكن اهو كمان الاكسسوار كمان متهيألي ممكن يكون في شغل اكتر من الذهب، وفي يعني معرفش، يعني حاسه ان هو ممكن يكون ملفت كمان اكتر من الذهب. بس ده معدن رخيص، وده هو المعدن الغالي. ازاي انا كبني ادمه، قالوا اجدادنا زمان الناس معادن، ازاي انا كبني ادمه اعرف ان صاحبتي دي هي معدنها الذهب او معدنها رخيص للأسف؟ يعني الموضوع دوت زمان اختي الله يصلح حالها كانت سافرت دولة عربية كمدرسة، فمن احتكاكها بالناس هناك من الجالية المصرية اتعرفت على واحدة من صحابها. البنت دي كنا اول مرة في حياتنا نعرف يعني ايه اختبار. بقت تحط اختي في اختبارات كتيرة جدا، وسبحان الله بفضل الله وكرمه طبعا كانت اختي بتنجح فيها، لان احنا خارجين من بيت بفضل الله وكرمه متعلمين يعني ايه ذوقيات، متعلمين يعني ايه الوفاء، الاخلاص للناس. وده يعني الحمد لله والشكر لله من نعم ربنا اللي ربنا رزقنا بيها، ان الاب والام كانوا بيبثوا فينا الموضوع دوت. فاختي بتتعامل معاها عادي باسلوب كويس، بطريقه كويسه، بتحفظ سرها، لو غابت حتى في الشغل اختي باسلوب كويس بتتعامل في ظهرها. فلقيت البنت دي بتقرب منها قوي، ويعني لغايه النهارده بعد سنين طويله ما زالت لغايه دلوقتي صديقه مخلصه لاختي. قالت لها انا حطيتك في الاختبار ده والاختبار ده والاختبار دوت. فانا وقتها استغربت، بقول لها طب ليه كده؟ ليه الوحشه دي مش وحشه يا حبايبي، بالعكس ده اللي المفروض ان احنا نعمله
مع صحباتنا. معلش انا بصاحب الواحده، بقعد عمر بحاله، في الاخر بيحصل موقف ببص الاقي صاحبتي دي مش صاحبتي، هي كانت مقربه مني وبتبين لي الوش الجميل عشان خاطر مصلحه. فاللي انا اقصده النهارده واللي انا عايزه اوصله لكم النهارده واللي عايزاكم تعملوه، ان انت تختبري الناس اللي حواليكي. اختبريهم باي طريقه من الطرق، في فلوس، في لو هتقدري تخرجي معاها او تسافري معاها، هتقولي لها اي حاجه يعني من صنع خيالك، بس بحيث ان انت تعرفي يعني البني ادمه دي بتفكر فيك ازاي، بتفكر هي ازاي، متعرفه عليكي ليه. وبعد كده هو تبقي ايه يعني، قولي لها لا انا عملت الموضوع دوت عشان اختبرك. ده لو نجحت، لو ما نجحتش خلاص يبقى اقفلي الموضوع معاها. لان في قبل كده هو قريت في موضوع كان كاتب كبير بيقولك انا بختبر الانسان مرة واحدة بس، مرة واحدة بس. قال انا بختبر البني ادم مرة واحدة بس، عرفت ان هو انسان كويس بقعد احتفظ بيه عمري كله، عرفت ان هو معدنه رخيص وان هو انسان مش كويس، خلاص الموضوع انتهى. فانا قعدت افكر مع نفسي، طب هو مرة واحدة بس، طب افرض كان عنده ظروف، طب افرض، طب اللي انا فهمته من قراءاتي ومن تجاربي ان لا، الانسان بيبان من اول فعل. معلش تقول لي بقى اصل ظروفه النفسية كانت، اصل مش عارف ايه، لا، هو فعلا البني ادم اصلك زي ما قالوا اجدادنا اصلك هو فعلك. فعله وفعل الانسانة دي هو اللي هيبينها لك، هي فعلا بتحبك لوجه الله، لا بتحبك للمصلحة ديت، لا هي بتمثل عليكي. وطبعا الموضوع دوت احنا بنلاحظه في المجال بتاع الستات والبنات اكتر. بنبص ان الواحدة لازم يكون ليها صديقة، لازم تكون في صديقة مقربة ليها، لازم يا اما اختك، وده طبعا يفضل ان انت يكون ليكي اخت قريبة منك، يا اما لو ما فيش اخت بالنسبة لك بتبقى صديقة. فلازم انا مش هقعد بقى العمر طول او قصر، فاحنا يعني العمر البني ادم عموما مش كتير قوي عشان انا هقعد كل شويه اتعرف على دي واقعد مصاحبها 3 4 سنين او 5 سنين او 10 سنين، وبعدين في الاخر ابص الاقي لا دي ما كانتش صديقه وفيه. لا، فانا في ايدي الحل، الاختبار، الامتحان، ان انا ادخل الانسانه ديت في اختبار حقيقي، احطها في اكتر من موقف. وبعد كده هو والله ثبت ان هي انسانة فعلا مخلصة وان هي انسانة كويسة، خلاص انا هحتفظ بيها وهبقى سعيدة جدا في صحبتها. وفي نقطة تانية كنت عايزة اقولها لكم قبل ما انهي الفيديو. ما تزعلوش مني اللي بتيجي تفتلك على صاحبة او على اختها او على واحدة قريبتها او على واحدة من قرايب زوجها، طالما فيها حتة الداء ده لازم هتفتن عليكي. فياريت الحاجات الصغيرة اللي انا بشوفها في الانسانة اللي قدامي تبقى بردك من ضمن الحاجات، من ضمن الاختبارات، من ضمن الحاجات اللي انا يعني ابقى الانسان يعني المفروض يكون فاطن لكل الكلام اللي بيمر حواليه، مش كل كلمة اعديها، لا. هي النهاردة بتشكر لي في إنسانة، في بني آدمة مهما حصل قدامها من عيوب لناس، عمرها ما بتقول عيب في بني آدم، بتقولك الله يسهل لها، فديت إنسانة كويس. ده برضك من ضمن الحاجات اللي كنت عايزة الفت انتباهكم ليها. يا رب الفيديو يكون حلو، ويا رب ان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم المعلومة ديت. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، نعملها سلسلة نكمل في الموضوع دوت في كل حاجة. لو ما عجبكمش برضك قولولي، ومع السلامة.